انت عاوز وزنك يخس ولا مقاساتك تقل؟ تعالوا نفترض ان في 2 اخوات الفرق سنتين بينهم في السن، بياكلوا نفس الاكل كل يوم ويعملوا نفس الدايت ونفس السعرات الحراريه. السؤال هنا بقى، هل في اخر اول الاسبوع الاثنين هيخسوا نفس الوزن؟ فكر في اجابه السؤال ده جوه عقلك. الاجابه يا سيدي طبعا لا. هقول لك ليه. واحد هيخس كيلو والتاني هيخس 3 كيلو. طب اللي خس 3 كيلو ده كان اشطر وماشي على الدايت احسن. وعاوز اقول لك المفاجاه الثانيه بقى، لا، لان اللي خس 3 كيلو ده كان ضغطه عالي وجسمه مخزن ميه كتير، وهي دي بقى اللي نزلت من وزنه وخلت وزنه ينزل. واللي خس كيلو واحد ده كان ملتزم بالدايت اكتر من التاني بكتير، بس جسمه عادي وما كانش مخزن ميه، وبالتالي هو خس اللي جسمه عايز ينزله اللي هي دهون بس. الخلاصه هنا اللي عايز اقوله لك، الوقت اللي هيخس فيه جسمك بيختلف من شخص للتاني حسب عوامل كتير جدا، على حسب سنه، على حسب جيناته، على حسب الامراض اللي عنده، هل بتسهر ولا لا. والحاجه بقى المهمه اللي اهم من ده كله وهتزعل الناس، انك مش لازم توزن اصلا، لانك ممكن تخس عضلات وتزيد دهون على الميزان. الاهم عشان تعرف انت خسيت ولا لا، تشوف مقاساتك، مقاسات وسطك، نسبه الدهون في جسمك. ولو عايز تعرف نسبه الدهون والعضلات والميه في جسمك، اكتب لي في الكومنتات تحت كلمه ماكروز وهبعت لك لينك